هي ليه مصر بتستورد كل حاجة من الإبرة للصاروخ؟ أنا مصطفى الغريب ودي فيديوهات السؤال الصح. يمكن ده سؤال كلنا بنسمعه حوالينا من سنين طويلة، والناس بتسأل هي ليه مصر مش مهتمة بالصناعة؟ واحنا ليه بنستورد بكل الفلوس دي؟ وأسئلة كتيرة في كل حاجة متعلقة بالموضوع ده. واللي يجي يقول لك طب ما تستغلوا الزيادة السكانية اللي عندنا دي واعملوا مصانع وشغلوا الناس. بس يمكن اللي فيه كتير ما يعرفوش هو إن مصر مهتمة بالصناعة وتوطين الصناعات الجديدة في مجالات كتيرة، وإنها كمان بتسعى إنها تكون مركز إقليمي لتوطين صناعة إطارات السيارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية، وده طبقا لمواصفات الجودة العالمية. ده بجانب فتح أسواق جديدة للتصدير للدول العربية والأفريقية. الحكومة بتسعى لتوطين الصناعة المهمة دي من خلال مصنع أو أكتر لتصنيع الإطارات محليا بخبرات عالمية، وده تحت شعار صنع في مصر، وده لإنتاج حوالي 7.5 مليون إطار سنويا، وده من خلال إنشاء مصنع جديد وتطوير وتجديد مصنع النقل والهندسة في اسكندرية. الشركة القابضة للمشروعات الكيماوية بتدرس تنفيذ مشروع مهم لتصنيع إطارات السيارات، وده بالتعاون بين شركة النقل والهندسة التابعة ليها وإحدى الشركات العالمية. هنا حد ممكن يجي يسألني ويقول لي طب هي إيه الفايدة اللي هتعود علينا من توطين صناعة إطارات السيارات؟ قبل ما أجاوبك بقى خليني أسألك الأول سؤال مهم، أنت عارف دلوقتي سعر الكاوتش بقى بكام؟ احب اقول لك ان لو عربيتك اقتصاديه من العربيات اللي موجوده في الشارع حوالينا دي ومحتاج تغير لها كاوتش، فانت تقريبا هتتكلف من 8000 ل 12000 جنيه، وده علشان تغير الاربع فرق. نرجع بقى للمصنع. المصنع الجديد ده هيوفر واردات بقيمه 2 مليار دولار سنويا، ده بجانب انه هيطلع 4 مليون اطار كل سنه، وكمان هيزيدوا في المراحل اللي بعد كده وممكن يوصلوا ل 5 مليون اطار. وبحسب المخطط فالمشروع بيضم 5 انواع من الاطارات، زي اطارات عربيات الركوب والنقل والاتوبيسات والمعدات الزراعيه والجرارات والموتوسيكلات الصغيره وغيرها. يعني من الاخر كده هلخصهم لك في 3 نقط: هنوفر واردات بقيمه 2 مليار دولار، وهننتج حوالي 4 مليون اطار عربيه في السنه، وده ل5 انواع وسائل نقل مختلفه. خلينا ادي لك مثال حي في الموضوع ده، هو مصنع بيراميدز، المصنع المصري الوطني مهتم بصناعه الاطارات واللي موجود في المنطقه الصناعيه جنوب بورسعيد. المصنع ده انشئ على مساحه حوالي 75,000 متر باستثمارات اكتر من 3 مليار جنيه، ده بجانب انه بيوفر حوالي 5000 فرصه عمل، وده غير المنافسه اللي هيعملها في سوق الاطارات في مصر. طيب هو مصنع بيراميدز ده بدا انتاج ولا لسه؟ مع بدايه فيروس كورونا واللي هو احنا بنتكلم في 2020 بدأ الانتاج في مصنع بيراميدز، وفي الوقت اللي كان فيه مصانع في دول عظمى بتقفل ابوابها مصنع بيراميدز بدأ انتاج. وفي نوفمبر من نفس السنة تم زيادة الانتاج، وبعد 2.5 سنين اتحول من خط واحد لانتاج الاطارات الخارجية اتحول ل5 خطوط بتنتج 5 سلع اساسية كانت مصر بتستوردها من الخارج بنسبة 100%. يعني المصنع بيكبر وما تأثرش بأي من الازمات العالمية الحمد لله طبعا. ومهم برضو ان انت تبقى عارف ان هو بينتج يوميا حوالي 10,000 اطار خارجي و18,000 بالون داخلي بجانب حاجات تانية كتير. رئيس مجلس إدارة المصنع قال في تصريحات صحفية ان المصنع في مرحلة توسعات، وانه بيستهدف انتاج 30,000 اطار يوميا في يونيو اللي جاي. ده غير طبعا ان اللي بيشتري الاطارات دي بياخد عليها ضمان سنة، وده بيأكد على جودة المنتج وبيديك ثقة كمستهلك. لما انت يبقى عندك منتج مصري مضمون ورخيص وعليه ضمان، هتجيبه ولا هتجيب الاجنبي؟ اعتقد الاجابة واضحة. عايز اقول لك ان المصنع ده واخد جميع الشهادات العالمية، ومنتجه كمان مطابق للمواصفات القياسية. خطوط الانتاج الاولى في المصنع بدأت بانتاج كاوتشات الموتوسيكلات والجرارات الزراعية واللوادر كمان والقاطرات، وبسبب الطلب الكبير على مقاسات كاوتشات العربيات الملاكي فالمصنع قرر انه يشتغل في كاوتشات 13 و14 و15 علشان يديهم للسوق المحلي في نهايه السنه، وطبعا هتكون بجوده عاليه وبديله للمستورد، وهيكون سعرها تقريبا اقل بنسبه 30 ل 40% من السعر الاجنبي. وهنا السؤال الصح، تفتكر ليه لسه في ناس بتقلل من قيمه الصناعات المصريه؟ سلام.